شرقي، وانا قدمت له عرض في الانتقالات الشتويه، وحصل مشاكل ماديه وحصل بعض القصور من الاداره، وطبيعي ان في ناس من الاداره انا طالبت ان هي ملهاش علاقه بفريق كره القدم كان متسبب في ذلك. ولكن الاهلي ما راحش جاب بن شرقي ليه في الانتقالات يناير اللي فاتت؟ الاهلي ما راحش جاب بن شرقي ليه في الانتقالات الصيفيه اللي فاتت؟ مش اللي هي اللي قبلها. انت رحت جبته ليه في الانتقالات الشتويه دي مش في الصيفيه اللي قبلها؟ ما حاولتش ليه ان انت تتخلص معاه؟ انت دلوقتي جايبه عشان كان عندك مشاكل كبيره ما بين الاداره وما بين ما بين الجمهور وما بين اللعيبه، ومفيش حد حابب بعضه، واوضه اللبس فيها ضرب واللعيبه اتعور، وكان في مشاكل كتير. فانا دلوقتي كنت عايز انقل المشاكل دي لنادي الزمالك، فتعاقدت مع اشرف بن شرقي عشان انقل الضغط الجماهيري على اداره نادي الزمالك. هي لعبه اتلعبت بره الملعب يا جماعه، الكوره مش كوره ملعب بس، وقالها الكابتن عادل القيعي اللي هو يعتبر من الناس المؤثره جوه النادي الاهلي.